النهاردة هنعمل مع بعض كفتة اقتصادية، واحنا عارفين ان في شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين. دايما بنحط الكفتة على سفرتنا. الكفتة ليها انواع كتيرة. النهاردة هنعمل كفتة اقتصادية موفرة من بواقي الرز الموجود عندي، سواء كان رز حبة وحبة او رز ابيض. اللي متواجد عندي هنعمله وهتطلع بالمنظر الجميل ده، وطبعا موفرة جدا. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة عندي اقل من ربع كيلو من اللحمة المفرومة، بحط عليها رز حبة وحبة حوالي 3 معالق كبار. وطبعا بضيف بعد كده البقدونس، والبقدونس هنا بضيفه يكون طبعا متقطع، وبضيف عليها كمان شوية من البصل المطحون، حوالي نص بصلة مطحونة، ومعاها فصين من الثوم. وببدأ ان انا اقلب كل المكونات دي، بس بعد اضافة البهارات ليها بضيف الكمون، وبضيف الفلفل الاسود، وبضيف الملح، وبضيف كمان شوية من جوز الطيب بسيط جدا. وضفت كمان بهارات اللحمة وذرة من اللي هو الثوم البودر، وبهارات الفراخ. بقلب كل المكونات دي مع بعض، وببدأ بعد كده أعجنها كويس جدا، وابدأ احطها الاول في الدقيق عشان اسد المسام بتاعتها، وبعد كده احطها في البيض مع اللبن، والبيض واللبن يكونوا مضروبين كويس جدا. وبعد كده ابدأ احطها في البقسماط، وبعد كده احطها طبعا في التلاجة شوية قبل ما احطها في البيض واللبن. والبيض واللبن عليهم طبعا شوية من الفلفل الاسود، شوية من الملح. وبعد كده زي ما انتم شايفين، بعد ما بحطها في البقسماط بحطها في التلاجة شوية تجمد، وبعد كده بحطها في زيت غزير بقليها، وبتطلع بالمنظر الشهي الجميل ده. طبعا موفرة جدا، بأقل من ربع كيلو لحمة عملت الطبق ده. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم.